كشفت مصادر متطابقة قريبة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن أعضاء الكاف حسموا في اسم المغرب كمنظم لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تم سحبها من غينيا لعدم قدرتها على الوفاء بشروط تنظيم البطولة. وأكد ذات المصادر فإن المغرب هو البلد الذي سينظم نسخة كأس إفريقيا 2025. وواصل نفس المصدر إلى أن المغرب كسب رهان التنظيم وسيكون المستضيف لهذه البطولة، وهو أمر تم الحسم فيه داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي. ويعزز الفرضية عدة مؤشرات، منها إعلان الجزائر مؤخرا باعتباره المنافس المباشر للمغرب ترشيحها لاستضافة نسخة كأس إفريقيا 2027. وأكدت نفس المصادر أن المغرب حسم فعلا التنظيم، وداخل الكاف القرار بات معروفا وتأخر إعلانه بسبب انتخابات تجديد ثلث أعضاء المكتب التنفيذي المقررة في دولة بنين في يونيو المقبل. وأن لجان الاتحاد الإفريقي قد وضعت تقييما ممتاز وفريد للملف المغربي. من جانبها وضعت لجنة التفتيش بالاتحاد الأفريقي تقييما فريدا لملاعب ومنشآت المغرب، ولم تحمل بشأنه أي ملاحظات سلبية، وأكدت جاهزيته من الآن لاستضافة أي حدث رياضي، ودون الخوض في تفاصيل تخص تقارير لجان التفتيش وملاحظاتها الدقيقة. توقف وفد الكاف كثيرا عند ملف المغرب مشيدا بجودة مرافقه وتنظيمه. الاتحاد الإفريقي يريد أن يضع كأس إفريقيا في بلد يضمن للمسابقة نجاحا منقطع النظير، وكل المواصفات تنطبق على المملكة المغربية.